لو بيهددك بصورك اسمعي الفيديو ده للآخر. زمان كنت تتهددي وتبقى قاعدة ساكتة عشان خايفة من الفضائيات، لكن حاليا الموضوع بيتم بسرية كاملة بينك وبين مباحث الإنترنت بس. فلو انت بتتهددي بصور فيديوهات لحادثات، احتفظي بكل اللي انت معاكي ده وقدميه لمباحث الإنترنت، وهما في الموضوع ده مش بيهزروا، وحاليا مش بيعملوا أي حاجة غير إن هما يكثفوا جهودهم علشان خاطر يجيبوا العيال دي. فمهما كان طريقة التهديد هيروح في داهية، وموضوع بيتم في سرية كاملة بينك وما بين مباحث الإنترنت، حتى أهلك ما بيعرفوش. كل اللي عليكي هتعملي سكرين شوت بالتهديد اللي جالك، سواء على الصور أو المحادثات أو الفيديوهات. بعد كده هتروح لمباحث الإنترنت في العباسية قدام محكمة جنوب القاهرة الدور الثامن، وهتقدمي كل الأدلة اللي بتثبت إن هو بيهددك. لو مش حابة تروحي المشوار ده، ممكن تتواصلي مع مباحث الإنترنت على رقم 108، وهم هيجيبوه من قفاه وهيدفع غرامة تقريبا 50,000 جنيه، وكمان بتوصل ل5 سنين سجن. اعملوا حفظ للفيديو ده وانشروه على قد ما تقدروا، عشان مفيش حقير تاني يفكر انه يستغلك.